اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وتيجي نبنيها. قلنا اتكلمنا في كذا مره ازاي نبنيها، وفكرنا في حلول وبدائل ازاي نبنيها، وبنحاول كل مره نفكر في طرق مختلفه ازاي نبنيها. عندنا مهمه جدا، مهمه جدا في سيناء، محاربه الارهاب. محاربه الارهاب مش بس ان اولادنا يروحوا وانهم عساكرنا تروح وتدور على البؤر الارهابيه، وان رجالتنا وظباطنا يروحوا والجيش يفضل يبقى كل المجهود عليه. محاربه الارهاب بتكون بالتنميه. احنا لو نمينا صح، لو حسسنا الناس فعلا انهم جزء من هذا الوطن، الوضع هيختلف تماما. وهو ده اللي فعلا في ناس محترمه بتعمله في سيناء. سيناء جرت العاده ان احنا بنتعامل معاها وعلى اجزاء بس منها على انها اماكن سياحيه، بنروح شويه نقعد في شرم الشيخ ونرجع وخلاص. لكن في زراعات وفي صناعات ممكن تقوم في سيناء، ولو قدرنا ان احنا ننمي هذا المجتمع بجد الوضع هيختلف تماما. لو بعدنا الجهل وعملنا تامين صحي محترم للناس هناك، الوضع هيختلف تماما. دكتور حسن الشاعر، مدير مركز التميز المصري للزراعات الملحيه ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء، منورنا النهارده ومشرفنا. اهلا وسهلا يا دكتور حسن. اهلا وسهلا بحضرتك. سيناء لها طبيعه خاصه جدا، بنتكلم عليها في التلفزيون كتير جدا، ارض الواقع ما بيحصلش فيها اي حاجه خالص، وعلشان كده اهالينا في سيناء دايما زعلانين مننا. انتوا قررتوا تغيروا الموضوع ده وتروحوا تتصرفوا هناك شويه في سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كل سنه وحضرتك طيبين والمشاهدين طيبين. هو في الواقع يعني التنميه في سيناء بدات منذ فتره، وان لم تكن بمعدلات سريعه فانه لابد ان نعترف ان هناك تنميه حقيقيه موجوده بالفعل في سيناء كمنطقة استراتيجية من أهم المناطق الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، مثل محافظة الوادي الجديد. ودي النقطتين اللي هنتكلم عليهم النهارده، اللي هي المحافظات الحدودية. نعم. بالفعل هناك تنمية حقيقية تجري على أرض سيناء، وأنا أتفق مع حضرتك تماما في أن التنمية ليست بالسلاح، ولكن التنمية والاستقرار من خلال تحقيق منظومة متكاملة للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، مع الأخذ في الاعتبار التنمية البشرية. بدون التنمية البشرية لا توجد تنمية إطلاقا. ففي عدة جهات في الدولة هذه الأيام منفصلة، ويمكن كل فريق لوحده، وده للأسف. وإن من برنامجك المحترم أنا بدعو لتوحيد كافة الجهات التي تعمل في تنمية سيناء وغير سيناء إلى أن تتكاتف وتكون في شكل مجموعة واحدة، قد ويحصل بينهم تعاون وترابط. لأن اللي أنا حسيته في الآونة الأخيرة إن في فعلا ناس بتشتغل بجهد وإخلاص في تنمية هذه المناطق، ولكن للأسف لا تجمعهم رابطة واحدة، ولا يجمعهم فلا تظهر قائد واحد يعني وبالرغم ان هم في اشد الحاجة للتعاون مع بعضهم، بدليل ان هناك جهة. قبل بدليل ليه ما بيتربطوش؟ ده اللي انا طلبته بدل المرة مليون مرة. لابد من توحيد جميع الاطراف الذين يعملون. مش حضرتك بس، في اكتر من ضيف محترم على هذه المائدة جم وطلبوا نفس الطلب. انا عايز اعرف ليه ما بيتنفذش والله ده يسأل بقى. وهذا الطلب يطلب من مين؟ في جهاز تنمية سيناء تابع لمجلس الوزراء، وفي القوات المسلحة، ودي اللي هي قايمه بالدور الاساسي والمهم في المنطقه. في مصر الخير وجمعيات كثيره جدا. نعم. جمعيات مجتمع مدني كله بيعمل منفصل، والعجيب وجهاز التعمير ومركز الصحراء بحوث الصحراء، واحنا بنعمل عمل تطبيقي مباشر مع الفلاحين مباشره. انما للاسف الشديد ان الناس دي كلها في جزر منعزله. وعندما دعيتهم لحضور المؤتمر، او المؤتمر اللي كان مصحوب بمعرض في شهر 6/9 اللي فات ده، كلهم تجمعوا واتفقنا ان احنا نتحرك في مركب واحد بحيث ان احنا نعمل يعني تنمية حقيقية. دلوقتي ناشد مين؟ وزارة الري؟
ولا وزاره الزراعه ولا مجلس الوزراء؟ حضرتك عايزني اطلع اكلم مين؟ كل الجهات اللي انت بتتكلمها، جهاز تنميه سيناء تابع لمجلس الوزراء، وزاره الدفاع بسياده الفريق عسكر اللي هو محمد شمس نائب الفريق عسكر. نعم. وزاره التعمير، وزاره الزراعه، وزاره الري، كل الجهات دي الجمعيات الخيريه. يا جماعه الخير، الناس شغاله ومجهود بيتعمل على الارض، وان شاء الله له نتيجه، وطول ما هو ما فيش تنسيق مش هنحس بس بثمره المجهود. الفلوس بتتصرف والناس بتصرفها في اماكنها اللي المفروض تتصرف فيها، ولكن المشكله ان احنا مش عارفين نحس بالنتيجه بسبب عدم التنسيق. مش صعب خالص ان احنا ننسق. انا عارفه ان احنا ما بنعرفش نشتغل شغل جماعي كويس قوي، لكن ما هي مصر بتتغير بقى. يعني انا هدي مثال واحد على اللي سعادتك بتقوليه دوت. يعني احد المستثمرين طالب 1,000,000 شتلة زيتون يروح يجيبهم من اسبانيا. من اسبانيا. اذا انا اجيب شتلات من اسبانيا زيتون، وانا عندي في مصر مركز بحوث صحراء بينتج احسن انواع زيتون في محطه بحوث شمال سيناء اللي في بير اللي في الشيخ زويد. طب ازاي انا اجيب زيتون من اسبانيا ازرعه في شمال سيناء؟ ازاي؟ وهجيب الشتله بكام وعشان انقلها بكام وبعدين ازرعها بكام؟ احنا واحنا صغيرين عارفين زيتون سيوه وزيتون وسينا والى اخره. ده من ضمن يعني لما طرح هذا امامي اصبت بصدمه رهيبه جدا. اجيب 1,000,000 شتله، لو فرضنا ان الشتله هتيجي ب$4 ونقلها هيبقى بكام؟ يعني شيء لا يصدقه عقل. انكريدبل، ات از انكريدبل فعلا يعني. فيجب هنا هو اللي يقول لك لا نجيب حيوانات من قبرص، واللي نجيب حيوانات من فرنسا، ولا طب تجيب حيوانات؟ طب ما في ناس بتشتغل بالفعل. تعالوا زورونا في منطقه سهل الطينه وشوفوا احنا بنعمل ايه. شوفوا الناس بتعمل ايه. روحوا محطه بلوزه بحوث بلوزه. طيب احنا هنحبط. خلينا نقول حاجات اتعملت على ارض الواقع يا دكتور وفرقت، وحقيقي فرقت. يعني حاجات احنا لا في تنميه حقيقيه لا يمكن انكار. لا يمكن انكار ان في تنميه، بس تنميه مشتته. طيب خلينا نتكلم عن الزراعه الملحيه. احنا دوله اصبحنا فقراء، مش اصبحنا، احنا منذ فتره فقراء في المياه، والموضوع يعني قد يتزايد. عندنا بقى ميه مالحه كتير جدا، وانتم نجحتم في استخدام هذه المياه في الزراعه وطلعت انتاج محترم. ابتديتوا تدربوا عليها الفلاحين، مش بس الفلاحين، البدو كمان. انا عايز اتكلم عن الموضوع ده. يعني ده اللي احنا بنعمله بالفعل. واول امس وزير الري اعترف تماما بان مصر دخلت في الشح المائي. نعم. في الشح المائي. احنا كنا متوقعين ندخل في 2025 الشح المائي، انما دخلنا دلوقتي في الشح المائي. اصبحت مصر بلد فقيره مائيا. دكتور بقول لك بشرني مش وصلني. لا انا بنتكلم على المياه العذبه. لا ما هو انا اقول لحضرتك على حاجه. ما هو كل النعم اللي ربنا اداها لنا لابد ان يتم استغلالها، والا نحن ناس كسالى. يعني ما نبقاش عندنا سواحل ولا اخره ونروح نصطاد في المحيط القطب الشمالي ولا يعني ما يصحش ابدا باي حال من الاحوال. لابد الاستفاده من كل المصادر الطبيعيه. خلينا نبص طاقه ايجابيه ونقول احنا بالظبط هو ده كده. المياه المالحه ازاي وبقى عندنا نتيجه ازاي، والوضع اختلف واحنا مصورين الشتلات على الارض ومصورين الحاجه على الارض بالفعل. اخيرا يعني كلام تلفزيونات يعني. اخيرا وزاره الزراعه اعترفت بالدور بتاع مركز بحوث الصحراء في مجال ادخال الزراعه الملحيه، وقدرنا ان احنا ناخد موافقه مجلس اداره مركز بحوث الصحراء على انشاء مركز التميز المصري للزراعه الملحيه. من خلال هذا المركز هو بينشر فكر الزراعه الملحيه في جميع المناطق المتاثره بالملوحه في جمهوريه مصر العربيه. واذا قلنا المناطق المتاثره بالملوحه في جمهوريه مصر العربيه نتيجه التغير المناخي اللي حاصل بالفعل، فهنجد ان زي ما انا قلت في 3 مليون فدان من احسن انواع التربه اللي موجوده في منطقه الوادي الجديد دي تدهورت انتاجها وخرجت من الانتاج بسبب الملوحه. بالاضافه الى ان كل الاراضي المصريه متاثره بالملوحه بما فيها المليون ونص فدان. حليناها ازاي؟ ما احنا عندنا 1.5 مليون فدان. بنيجي بقى بنحل من خلال اتباع نظم زراعيه متكامله تتناسب تماما مع الارض المالحه ومع المياه المالحه مهما كانت درجه الملوحه بتاعتها. اي نعم لسه ما وصلناش
لل 30 او 35 الف جزء في المليون بتاع ميه البحر. انما احنا بنشتغل ب 12,000 وب 13,000 وب 15,000 جزء في المليون. يعني وده مكان المستثمر كان لما بيجي يلاقي عنده البير بتاعه ميته 4,000 او 5,000 يصرخ ويسد البير ويمشي ويقول خساره وانتهت العمليه. لا، ده احنا بنقول والله ده لغايه 10,000 و12,000 جزء في المليون. يعني اصبحنا منطقه جاذبه اكثر للاستثمار، والمستثمر مش هيخاف انه يجي دلوقتي اطلاقا من ان هو يزرع، مش مستني انه يبقى عنده ميه حلوه. لا اطلاقا، انا عندي ميه مالحه، دقيت البير مش هيضيع عليا مجهودي في دق البير، طلع لي ميه مالحه هزرع بيها برضه. حتى الارض نفسها لو ارض مالحه زي اسوأ ارض موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي موجوده في منطقه سهل الطينه واللي موجوده في راس سدر، لان نسبه الملح بتاعها عاليه جدا. قدرنا ان احنا ننتج. انا لسه جاي من هناك اول امبارح، انا شفت قطن ارتفاعه اكتر من 1.5 متر قطن. وشفت نباتات عمر ما كنت اتخيلها من خلال ايه تاني غير القطن يا دكتور؟ احنا دخلنا محاصيل علفيه صيفيه، ودخلنا احنا دلوقتي بنزرع بنجر علف. يعني امبارح كنا واخدين بنجر علف وانا قلت قبل كده، قلت يا ريت بنجر العلف وبنجر السكر في كل المناطق المتاثره بالملوحه، ده هيحل لنا مشكله السكر وهيحل لنا مشكله العلف. احنا كده هنحل مشكلتين، العلف ده لما نيجي ننتجه هنقدر نربي عليه وتوفري بقى متكامله، ونوفر الذره اللي بنشتريه، ونوفر الشعير اللي بنشتريه، ونوفر بنجر السكر بدل ما بنزرع في الصعيد بطريقه الغمر ويبقى عندنا. انا قلت الكلام ده كذا مره، مفيش حد بيسمع. حاجه لطيفه قوي. بالرغم من ده عيله البنجر دي بتزرع في اسوأ الاراضي الملحيه، انما محب للملح، محب للملح. فالحمد لله في منطقه شمال سيناء بدأنا ندخل لغايه بئر العبد، كنا بنوزع تقاوي بنجر العلف، وكنا بنوزع برسيم مسقاوي، وبالرغم ان البرسيم حساس جدا للملوحه، انما من خلال تدريبنا للناس وتعليمنا ليهم وبنديلهم حزم تقنيات معينه، فبيقدروا ان هم ادى البرسيم المسقاوي المصري نعم اللي بيزرع في الدلتا هنا، انا بزرعه دلوقتي في الارض المالحه. زراعه البرسيم بتعود بفايده على التربه، بالاضافه انها بتعود بفايده ماديه هايله على الاعلاف، غير الاعلاف على الفلاح نفسه اللي بياخد حشه واثنين وثلاثه، فبيوفر بيقدر يبقى افضل كتير. بالظبط يا فندم، بالظبط. وبتعمل نيتروجين فيكسيشن بقى ولا ما اعرف بتعمل ايه بالظبط كده، التربه، فالوضع بيختلف، بتقلل تكلفه التسميد نفسه، بتحسن صفات التربه نفسها. يعني ليه؟ بالاضافه ان هو علف جيد جدا من احسن الاعلاف المصريه، وده اسمه العلف المصري. طب نوضحها للكاميرا يا دكتور، نثبت ايدك الله يخليك بحيث انها تبقى ظاهره معانا للكاميرا. البرسيم كل الناس عارفاه، بس هو البرسيم حساس للملوحه. احنا نجحنا ان احنا نزرعه في مناطق مالحه على ابار بتتزرع بملوحتها 5,000 جزء و6,000 جزء في المليون. كنت لسه في بئر العبد ومنطقه الجناين والى اخره في شمال سيناء اول امبارح. كويس. وبدانا نوزع الكلام ده. فاذا في انواع طبعا الدخن والسرجه اللي اتكلمنا عليه قبل كده كمحاصيل صيفيه، وبتحل مشاكل الاعلاف في الصيف. واخد بال حضرتك؟ كويس قوي. ده برضو دلوقتي جمعنا، كنا بنحصد هقطعك يا دكتور بعد اذنك، حضرتك قلت لي انكم وزعتم تقاوي الاعلاف على المزارعين صغار المزارعين. طيب هو ابتدى بالفعل يزرع وابتدى نلاقي محصول، ابتدى بقى يعمل مشروع متكامل يعني او ينتج لبن، حد حواليه ان هو يقوم بتربيه ماشيه وينتج لبن، فاللبن يقوم عليه صناعات. ابتدينا نعمل مجتمعات صغيره، هو ده اللي احنا بنعمله بقى على صناعات متكامله. فكره تكامل الصناعات دي، قفل الدايره ده هيفرق جدا مع الناس. هو ده اللي بيتم حاليا، لدرجه ان في ناس بدات تعمل وحدات تصنيع البان هناك في منطقه سهل الطينه بعد ما كانوا بيرموا اللبن. واخد بال حضرتك؟ الكلام ده كله اتعرض في المؤتمر اللي انا عملته في 6/9 اللي فات دوت، واتعرض والفلاحين جم عرضوا نماذج النجاح بتاعتهم دي. كويس قوي. المفروض الدوله تساعدنا بقى في ان احنا نعمل سكيلينج اب، يعني نوسع. انا معايا دلوقتي 500 مزارع، انا مستهدف مني في المشروع الجديد 1000 مزارع. كويس. الجيش كان وعدني ان هو يديني 1200 مزارع كمان فوق ال1000 فطلبت منهم طب ادونا مساعده، يعني ساعدونا من خلال الميزانيات اللي موجوده.
واخد بال حضرتك؟ ما في، كله بيقول كلام. انا بتكلم منتهى الامانه على الشغل، انا بتكلم منتهى الامانه، انا براعي حق الله في هذا الوطن. انا بتكلم في وصلنا لعقود كتيره جدا. جهاز تنميه سينا كله قال هنعمل وهنسوي، ولا حد عمل ولا حد سوى ولا حاجه خالص. بقالنا شهرين. ناقص الفولو اب او ناقص المتابعه اكتر، ان الناس كلها تركب مركب واحد، المتابعه اكتر. الناس كلها تركب واحد. ده حصل كمان في الوادي الجديد. ده احنا بقى انا مش عايزه بس انط من محافظه لمحافظه، بس انا بتكلم الوادي الجديد طبعا هو المفروض ان انا كنت اتكلم على الحلقه تخصص للوادي الجديد بامان. نعم. انما حضرتك انت سحبتني لسينا. انما الوادي الجديد اخطر من سينا كمان دلوقتي. ليه؟ لان هو المفروض ان نهتم بالمحافظات الحدوديه بامان، لان التطرف في محافظه سينا وبنكافح التطرف في قصدي في سينا زي ما هو التطرف موجود في الوادي الجديد. نعم. في الصحراء الغربيه. بالعكس ده سينا احنا حدودنا معروفه، انما الوادي الجديد انت حدودك مفتوحه لغايه الصحراء الكبرى. طيب انا عايز اسال حضرتك، انا المحافظات الحدوديه بتختلف التربه فيها من محافظه لمحافظه؟ طبعًا. يعني انا التربه عندي في سينا مختلفه عن التربه في الوادي الجديد؟ طبعا. نسبه الملوحه هنا لا الوادي الجديد اسعد، ولا طبيعه التربه وطبيعه الزراعات؟ الوادي الجديد اسعد حظا من سينا بامان. طيب واخد بالك؟ اذا كان سينا لها ميزه نسبيه في دخول ترعه السلام والميه الحلوه، واخد بالك، انما تربتها سيئه. نعم. انا بتكلم بامان. الوادي الجديد بقى اسعد حظا من سينا في نوعيه التربه افضل، بالاضافه الخزان الجوفي هو الحجر النوبي، يعني من اغنى الخزانات الجوفيه في المنطقه. واخد بال حضرتك؟ الحجر الرمل النوبي. محافظه الوادي الجديد بتمثل تلتين مساحه، ده 44% من مساحه مصر. كويس. كم واحد بيسكنها بقى ال 44% من مساحه مصر؟ ده 400,000. طيب خلينا نقول حاجه تانية، متوقع كم واحد يسكنها بعد ما نقوم بالتنميه؟ ده المفروض مش اقل من 5 6 مليون، المطلوب انه يسكن فيها كم؟ مش اقل من 5 6 مليون. ده انت 44% من مساحه مصر بيسكنها فقط ربع مليون. ربع مليون، ازاي دي تيجي يعني؟ طيب دكتور حسن، نتوقف لحظات لرفع اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ونرجع مشاهدينا نستكمل معاكم حلقتنا في تيجي نبنيها ان شاء الله. نجدد التحية مشاهدينا. دكتور حسن الشاعر، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ومدير مركز التميز المصري للزراعات الملحية، بينورنا في الاستوديو وبيبشرنا بان احنا يعني الزراعة ومشكلة المياه مش هتبقى عائق قدام ان احنا نكمل ان شاء الله المطلوب مننا، وان احنا نوصل ل1.5 مليون فدان ان شاء الله. المياه مياه حلوة، مياه حادقة، ان شاء الله هنبنيها ان شاء الله، هنبنيها يا دكتور. ده طبيعي، ده ما هو ده اللي انا بقوله، يعني ان بالرغم ان الظروف صعبه والموارد محدوده، انما في تنميه حقيقيه موجوده فعلا على ارض الواقع. مطلوب زياده المعدل الاداء، ده اللي احنا بنقوله. لان انا بقول احنا بدانا مثلا كمثال، بدانا ب20 مزارع، النهارده معانا اكتر من 500 مزارع حقيقي، في اكتر من 1500 مزارع مرتبطين باعمال المشروع اللي بيتم في سهل الطين. اكتر من 1500 مزارع. السنه اللي فاتت بدانا في رمانه وبلوزه وبير العبد، بدانا يمكن ب5 مزارعين. احنا في الموسم الشتوي ده بنشتغل مع اكتر من 60 مزارع. يعني ده عليه الناس يعني كان بتتخانق معايا عاوزين مزيد من البذور، مزيد من التقاوي. بس ده مجتمع بدوي، هل بيتم تحويله بهدوء كده وبالراحه لشكل زراعي او من احسن الناس اللي بيتقبلوا العمل والنصيحه والتطوير، من افضل الناس. انا بكلمك في منتهى الامانه، وبيديك كل اللي هو يقول لك طب انت مش هتقدر تديني شبكه ري، طب ما يجراش حاجه، انا هجيب شبكه ري من عندي. هتديني مش هتديني كماوي، طيب انا اديني التقاوي بس. بيصرف نفسه، عاوز يشتغل. كان الاول مش متجمد، كان الاول يقول لك لا خد ربع فدان بس نجرب. النهارده الناس بتعرض عليا فدان وفدانين
للمحصول شايفين الواحد. نتيجه طبيعي. من هنا بقى كانت ان احنا لابد ان احنا ننتج التقاوي بتاعتنا بنفسنا، ما نقعدش نشتريها من بره، لان احنا كنا بنتعاون مع المركز الدولي للزراعه الملحيه في دبي والمركز الدولي لانتاج البذور في الهند اللي هو الاكريسات، ان احنا نجيب منه بذور النباتات التي تتحمل الملوحه. زي ما انا قلت لك ان احنا ما بنشتغلش بس في انتاج الحبوب زي القمح والشعير والشوفان والتريتيكال والكلام ده، فبنشتغل في الحبوب، بنشتغل في الاعلاف، بنشتغل في نباتات الزيوت، بنشتغل في النباتات الطبيه والعطريه، يعني بنشتغل في كل النباتات التي تتحمل الملوحه. فكان لازم ان احنا ندور على مشروع اخر ان احنا ننتج البذور بنفسنا. فربنا وفقنا، قدرنا نجيب تمويل من بره ان احنا ننتج البذور في محافظه الوادي الجديد. ليه الوادي الجديد؟ لان انا قلت لك الوادي الجديد هي الامل بتاع مصر في التنميه الزراعيه بصراحه يعني. ويمكن الاكثر من المساحه المخصصه للمليون ونص فدان او ال4 مليون فدان ان شاء الله اللي هيتم استصلاحها هتتم في هذه الرقعه او المحافظه الطيبه. دكتور حسن، انتوا كنتوا من بكوره الناس اللي اشتغلت على مشروع المليون فدان ووضعتوا لا ال10,000 فدان، ال10,000 فدان اللي هي هتتوزع قريب دي. نعم. حضرتك كنا اشتغلنا مع جهاز الخدمه الوطنيه في وضع تصور للاستصلاح والمساكن والبيوت والتنميه الشامله المستدامه. عايز اكد على موضوع التنميه المستدامه ده، المجتمع بالكامل هيكون يقام زراعي صناعي استيطاني خدمي كله هيبقى موجود زي ما كان، مدرسه ومستشفى ومستوصف ممنوع الرجوع باكورد، ممنوع الرجوع للمدن، يعني مش ممنوع، مش هيخليك تفكري ان انت ترجعي اسكندريه او القاهره، لا ده انت هتقيمي هتلاقي المستشفى بالنادي من ارقى ما يمكن، بالنموذج المنزلي اللي هو قابل للرفاه، كل شيء مرفه ده المفروض زي ما كنا حاطينه. وهو ده اللي بصراحه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بينادي ليه، وده اللي كانوا بيطبقوه بامانه جهاز الخدمه الوطنيه، ان عيشه كريمه للمواطن، نفس النظام الاوروبي، الريف الاوروبي بكل تفاصيله ده. حتى كان اكتر من كده، يقول لي كان عاوز لما احب اتابع من مكتبي وانا قاعد هنا، اشوف المصنع بتاع دباغه الجلود مثلا او انتاج اللحوم ماشي ازاي وانا قاعد في مكتبي هنا، اقدر يعني من شده الطموح ان هم عاوزين كل شيء يبقى موجود. المطار لازم يكون موجود، المدرسه، الكنيسه، الجامع، النادي الرياضي، كل الكلام ده لازم يبقى موجود. طب خليني نتوقف لحظات. دكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه منى، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محسن، يعني كيف يتم التنسيق بقى بين وزاره الزراعه وبين المراكز المختلفه، وعلى راسها مركز التميز المصري للزراعات الملحيه؟ الناس عامله مجهود وبتزرع بميه مالحه، واتكلمت مع الناس هناك وابتدوا يبقى في نتائج. بيتم تنسيق او في حاجه بتقدمها وزاره الزراعه دعم لهؤلاء من يعملون يعني؟ اسمحي لي الاول ارحب باستاذنا الاستاذ الدكتور حسن الشاعر. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بيك يا دكتور محسن. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. اولا انا بس اقول كلمه بسيطه كده قبل ما ابدا. يمكن الدكتور حسن في سنوات طويله بيتعامل مع الوادي الجديد، وانا حضرت له مؤتمر في 2003 كان عن اداره المياه في الوادي الجديد وترشيد استهلاك المياه وكيفيه دعم المراه الريفيه في الوادي الجديد. نعم. ثم حضرت مؤتمر معاه 6/9 الماضي، وده اللي كان نوه عنه حضرته في الحلقه النهارده. ويمكن انا شفت حاجات بامانه يعني ابهرتني، وحاجات جميله جدا اتعملت في سينا وسهل الطينه. ويمكن المزارعين اتكلموا بنفسهم. كان المؤتمر حضروا مجموعه من المزارعين والمعنيين وضيوف من بره مصر ومن الامارات وخلافه. كانت حاجه جميله جدا. انا دكتور حسن بتمنى على حضرتك انك تركز معانا شويه في الوادي الجديد،
وزي ما حضرتك قلت الوادي الجديد. لا ده انا اللي بتمنى على حضرتك ان يكون في تنسيق بين وزاره الزراعه وبين يعني مشكورا دكتور حسن يعني عنده من الخبره، ولكن اللي احنا بنتكلم فيه ان القصه لا تنحصر في اشخاص، مع كامل احترامنا للاشخاص. القصه المفروض ان تكون قائمه على التنسيق بين المراكز او المؤسسات المختلفه، بحيث ان انا النهارده موجوده، غيري بكره موجود، الخطه تبقى موضوعه وتستمر، ما توقفش على اشخاص، مع كامل احترامي. لا ده انا بايد حضرتك في الكلام دوت. ده بكل تاكيد، واحنا منسقين تماما مع المركز، وانا يمكن حضرت كمان اجتماع في معهد مركز بحوث الصحراء يوم 7/9 وكان مخصص للوادي الجديد. نعم. واحنا دعمنا ده، ويمكن كمان اتقدمت انا بنفسي بمذكره علشان ندعم بقطعه ارض لمركز بحوث الصحراء في الوادي الجديد لمعالي المحافظ، وسيادته وسياده اللواء محمود عشماوي اشر عليها بالموافقه واتخاذ الاجراءات اللازمه كنوع من الدعم والمسانده لكل المراكز البحثيه اللي بتساعدنا. وطبعا المركز البحوث الصحراء ومركز التميز هو ده من داخل وزاره الزراعه، واحنا العمليه التنسيقيه ده وضع طبيعي وبديهي يا استاذه منى، يعني طبعا. مش واحنا يمكن سيادته بدا معانا ب 20 مزارع هنا، ثم حاليا احنا مجهزين 30 مزارع اخرين باذن الله تعالى. أيوة. احنا بس عندنا دكتور حسن، عندنا طبعا بعض المشكلات، من اهمها اللي حضرتك قلتها ان بعض الاماكن اللي عندنا فيها ضغط الملوحه في الميه، وكمان عندي بركه صف زراعي موجوده في مدينه موت 15 مليون متر مكعب سنويا موجوده، انا عايز اتخلص منها باي شكل وبشكل امن وبشكل ان انا استفيد. مش سامعاك كويس يا دكتور محسن. 15 ايه يا فندم؟ 15 مليون متر مكعب ميه موجوده. 15 مليون متر مكعب ميه مش عارف يتخلص، مش عارف ميه مالحه في ميه مالحه. فانا ميه مالحه المفروض هتحلوها ازاي يا دكتور؟ المفروض تستخدم في زراعه 2500 فدان. بالظبط كده. وعندنا الارض قصادها جاهزه، واحنا على استعداد للفلوس القاعده التامه مع دكتور حسن. يعني انا دلوقتي اجيب مستثمرين اقول لهم ايه؟ عايز مستثمرين من جوه البلد ولا عايز مستثمرين من بره البلد يا دكتور محسن؟ انا مش هتفرق معايا، بس طبعا داخل البلد هو الافضل، ومش هيبني مصر ومش هيبنيها طيب زي لازم يبقى مستثمر كبير ولا صغار المستثمرين؟ خلينا نفندها كده مع بعض. كل الامور تنفع. انا هحتاج الناحيه الفنيه. يعني راجل طيب باع ارضه في البلد وجاي اشترى 5 فدادين عندك في الوادي الجديد، ده ينفع؟ ينفع طبعا. طيب من خلال تدريبنا احنا بقى له تنفع. انا بس حضرتك وفرت له. انا اسفه اني بقطعك يا دكتور محسن، بس انا بس عشان ابقى الامور واضحه والفكره واضحه، ايه اللي وزاره الزراعه هتقدمه له وايه اللي المراكز المختلفه هتقدمه له، بحيث انه يبقى عامل جذب يسيب المدينه او يسيب القريه اللي متوفر فيها الحد الادنى من الخدمات عشان يجي يقعد ويستثمر ويستفيد هو كمان. طبعا هتوفر له ايه؟ كلها هيستفيد بيها اي حد مستثمر هيجي. النواحي الفنيه بالكامل هيلاقيها، البذور الموصى بها في هذه الاراضي وفي هذه المنطقه هيلاقيها، وكل النواحي الارشاديه هيلاقيها مننا كناحيه ارشاديه وكناحيه توعويه لاي حد هيحتاج دعم وزاره الزراعه. طيب الراجل هيقف في ايه؟ ايه اللي مش هيلاقيه؟ ايه الصعوبات اللي هتواجهه؟ نعم. ايه الصعوبات اللي هتواجهه عشان بس ما نبقاش بنقول للناس تعالوا ونبقى ظلمناهم؟ هتبقى صعوبات. طب خليني اقول السؤال بشكل تاني او بصياغه اخرى. هل الصعوبات هتبقى شديده جدا بحيث انه لن يستطيع تكمله ما بدأوا، ولا لا الامور ان شاء الله متيسره؟ مفيش عندنا. احنا كان عندنا امبارح بس ولمده 12 ساعه متواصله مع معالي المحافظ لجنه الاستثمار مجتمعه للتيسير. كل مستثمر عنده عقبه بنحلها له، فما فيش عندنا عقبات يعني الا اذا كان هو اللي متعثر. لكن ما عندناش اي عقبات. المحافظه بتقدم كل الدعم والوزاره بتقدم كل الدعم الفني
لاي مستثمر يجي على ارض كل التوفيق ليكم دكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد. كل التوفيق ليكم، بنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى مزيد من التنسيق مع المراكز المختلفه عشان نقدر نبنيها ان شاء الله مع بعض. شكرا ليك يا دكتور محسن. ارجع لك تاني يا دكتور حسن، انت متفق معي على فكره وضع الخطه طبعا وعلى فكره التنسيق في المؤسسه؟ زي كده انا اخدت منك ومنه الكلام. هو دلوقتي في 2500 فدان في موط الداخله موجود له ميه صرف زراعي. ميه صرف زراعي دي تصلح لمحاصيل معينه على حسب الملوحه وعلى حسب تحليل الميه. اذا الارض موجوده والميه موجوده، فاضل ايه بقى؟ فاضل للمزارعين اللي انا هدربهم. اللي انا هدربهم. الارض دي ملك الدوله؟ طبعا ملك الدوله. طيب ما ينفعش الدوله تاجرها لمزارعين؟ لازم ابقى متملكها؟ لا، يتحط لها تيجي الدوله تقول لي والله مركز بحوث صحراء سوف يتولى استصلاح. استصلاح الاول، استصلاح هذه المساحه، ادي الارض وادي الميه. قسموا الارض وقسموا الميه وحطوا لنا تصور ازاي نعمل مساكن للناس، ازاي، لان 2500 فدان دي مش بسيطه. طبعا. ازاي نقيم مجتمع دائم ومستقر في المنطقه دي بالوضع ده بالمعطيات دي، واحسبوا لنا الميزانيه اللازمه عشان مثلا نشغل فيها ال 2500 فدان. لو قسمتيهم على 10 فدادين يبقى عندك 250 اسره كويس مقيمه. يبقى انت عاوز 250 منزل، يبقى انت عاوزه مدرسه، يبقى انت عاوزه مش عارف ايه، يبقى تقيم مجتمع قائم حتى من سكان المنطقه. أيوة. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا انا بعمل هنا تنميه شامله. مين اللي بينفذها بقى؟ الناس اللي عندهم العلم بتاع الزراعه الملحيه، مش الناس اللي عندهم العلم بتوع وادي النيل اللي بيزرع من ميه النيل وفي تربه سوداء ولا اخره. لا، فهنا بقى وذاكر ان احنا بدانا معاهم الموسم الصيفي بحوالي 25 مزارع. النهارده بنستعد للموسم الشتوي باكثر من 50 مزارع. محاصيلي بتفرق ازاي؟ نعم؟ محاصيلي بتفرق ازاي ما بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي؟ لا، المحاصيل الصيفي كانت عباره عن دخن وسرجم اللي هي اعلاف. انما احنا النهارده داخلين بقى هنزرع بنجر علف، هنزرع برسيم، هنزرع قمح، هنزرع شعير، هنزرع تريتيكال. هنزرع قمح في الصحراء؟ الله، طب ما احنا بنزرع قمح، ما حدش حاسس باللي احنا بنعمله. طب ما احنا بنزرع قمح في راس سدر وبنزرع قمح في شمال سيناء، ايه المشكله؟ كويس. وعلى 8000 و9000 جزء في المليون. ايه هي المشكله؟ انا مش فاهمها دي. احنا بنفرح لما بنسمع انت زعلان ليه؟ احنا فرحانين. ده حاجه حلوه. انا زعلان ليه؟ لان ما حدش حاسس. ادينا احنا بنقول ما حدش بيحس بالمجهود ده. طيب هنزرع قمح، هنزرع ذره، هنزرع وشعير وتريتيكال. انا بتكلم على الشتوي. قمح وشعير وشوفان وتريتيكال دول حبوب. عندك بقى محاصيل علفيه، عندك بنجر العلف. ماشي. عندك بنجر، عندك لوبيا العلف ممكن نزرع. لا، لوبيا العلف صيفي. برسيم مساوي. عندك نباتات طبيه كينوا، وانا اتكلمت على الكينوا دي قبل كده. الكينوا دي ممكن تلغي لي القمح تماما وتلغي لي الرز تماما، لان زي ما انا قلت المحصول الاساسي في امريكا اللاتينيه هي الكينوا. نبات بيتحمل الملوحه لغايه 6000 و 7000 وفتره نمو قليله وبيديني انتاج اكتر من القمح. طيب. وبيستخدم في المعجونات والطبيخ. اشتغلت على الارض بالفعل وناخد تجربتها. استاذنا ممدوح مزارع من الوادي الجديد، اهلا بيك يا استاذ ممدوح. السلام عليكم يا فندم. انا احييك واحيي الدكتور حسن والله. كل التحيه ليك يا استاذ ممدوح. احكي لي تجربتك بقى وقول لي كل اللي حصل معاك. اهلا وسهلا بيك. اقول الدكتور حسن مين ما حسش بيك يا فندم؟ اهلا بيك. الجهود العظيمه بتقوم بها وزاره الزراعه وخاصه موضوع القمح، والدليل على ذلك الوادي الجديد بينتج كميه كبيره وعظيمه من القمح. طيب قول لي انت بتزرع ايه يا استاذ ممدوح؟ نعم يا فندم. بتزرع ايه؟ احنا اول حاجه المحصول القومي النخيل، ثم بعد ذلك الدكتور محسن السنه دي جاب لنا شجر مانجا تم توزيع، بس نريد ان يكون العدد اكبر فاكبر، اللي هو المانجا زي شجر مانجا منحه اخبر حضرتك من وزاره الزراعه. وبعدين عايزين نخش في موضوع القمح اللي هو المتطور، اللي هو القمح الملحي اللي هو الارض المالحه. بتزرع كام فدان يا استاذ ممدوح؟ نعم يا فندم. بتزرع كام فدان؟ انا بالنسبه عندي اراضي متفرعه، لكن انا عندي مجموعه ارض جديده فيها اثر من الملح 12 فدان عندي في هذا التوقيت وجاهزين للزراعه يا فندم. وبعدين انا عندي يعني ممددت بشبكه من المواسير الري. المواسير
اللي هي مواسير تدفق، لكن عاوزه يا ريت لو الري التطوري اللي هو الرش او التقدير يخش بوسيله تكنولوجيه لكي نقوم بتطوير هذا المحصول زي ما بيقول الاستاذ حسن الدكتور حسن. نعم. طيب يعني احنا سعداء بالنتيجه المحترمه اللي انت وصلت لها. انا سعيد الدكتور حسن وبيك وبهذه القناه التي اثبتت وجودها وجدانها ووجعت تطور ذهني للمزارع. ربنا يوفقك يا استاذ ممدوح، وان شاء الله اكلمك تاني قريب تقول لي انا بزرع 20 وبزرع 25 كمان فدان. شكرا ليك. دكتور حسن حضرتك تحب تكمل كلامك ولا بنتكلم عن احنا ليه بقى رحنا للوادي الجديد؟ يعني زي ما انا قلت لحضرتك ده هو امل مصر في الزراعه بامان، خلينا نتكلم بمنتهى الامان. الوادي الجديد يعتبر امل مصر في الزراعه. والفكر بتاع الرئيس في ال4 مليون فدان يمكن انا مش عايز اقول اكتر من 60% منه هيتم تنفيذه في المنطقه دي. المنطقه دي زي ما انا قلت كلها متاثره بالملوحه، سواء كانت ميه، حتى الميه برغم ان في مصادر ميه حلوه انما فيها نسبه حديد عالي، تلاقي الميه بني، واخد بال حضرتك؟ انما الارض متاثره بالملوحه، في اراضي شديده التاثر بالملوحه الى خفيفه التاثر بالملوحه. الارض دي بكر، والارض بعيده عن اي ملوثات، ولذا كان سبب اختيارها لانتاج التقاوي المحاصيل الملحيه. فبالفعل بدانا السنه اللي فاتت نشتغل على بعض المزارعين 20 مزارع تقريبا لانتاج الدخن اساسا عشان يبقى عندنا تقاوي، وهنشتري منهم يعني انا اللي موزع عليهم التقاوي، انما هشتريها منهم عشان اوزعها في الموسم الجديد على زمايلهم او الفلاحين الجدد عشان اضمن نشر السلاله في المنطقه. كويس قوي. المشروع بقى هيستمر بحيث ان انا يبقى عندي سنتر او مركز لانتاج وتسويق التقاوي من الوادي الجديد، بحيث ان هو يغطي الوادي الجديد ويغطي كل المناطق المتاثره بالملوحه في جمهوريه مصر العربيه. يعني ما حدش يروح يزرع قمح في منطقه ملحيه الا لما يكون بذور القمح ناتجه منين؟ من منطقه من الملحيه، لان بالتاكيد هيبقى مختلف، هيبقى النبات حصل له تاقلم وانتاجه بالتاكيد هيزيد. تعديل بقى وراثي او بتكون اشتغلتوا بشكل كده يعني بالظبط كده، زي ما كنا انا جايب طفل بربيه في منطقه وخلاص اتاقلم عليه، لو انا خدت وديته يعيش في الاسكيمو او في روسيا او لا هيحصل له شوك صدمه، واخد بال حضرتك؟ فده اللي احنا بنقول عليه، ولذلك ان احنا ودينا الات، اشترينا الات كامله لانتاج التقاوي، بحيث ان انا يبقى الهدف من المشروع بامانه ايجاد سوق دائم في محافظه الوادي الجديد لجميع محاصيل التي تتحمل الملوحه لتوزيعها داخل جمهوريه مصر العربيه. بس عايزه افهم النقطه دي. تقاوي الوادي الجديد تتزرع في الوادي الجديد، تقاوي سينا تتزرع في سينا، لا ولا اخد تقاوي الوادي الجديد ازرعها في المناطق المالحه، المناطق المتاثره بالملوحه، المناطق المتاثره بالملوحه. يعني اقول لك خبر كويس جدا، ويا ريت برضه نلاقي حد من المستثمرين او الدوله تتبنى العمليه دي. البنجر ما بنعرفش ننتج تقاويه في مصر خالص، فدايما بنستورده. البنجر، عيله البنجر بصفه عامه. ايوه. انما ممكن ينتج فين؟ في سانت كاترين. كويس. ليه؟ لانها اقل في الحراره، نعم. اشدها في البروده، ودي الظروف اللي تناسب انتاج البنجر. طب ليه احنا ما نركزش كل اهتمامنا في منطقه معينه؟ الدوله تيجي تقول والله خدوا ادي منطقه اهي اتفضلوا انتجوا لنا تقاوي البنجر. يبقى مشروع قومي. بدل ما انا بشتريه من بره، طب ما انا انتجه في سانت كاترين مثلا. المركز بقى يقدر يعمل حاجه زي كده؟ طبعا بس لازم بتنسيق مع احد الجهات، او ما ينفعش مع المحافظه، مع الوزاره، مع حد مستثمر يجي يقول خد فلوس، لان مركز بحوث الصحراء مهما كان له ميزانيه معينه حتى ميزانيته قلت، زيه زي مركز بحوث الزراعيه، زي وزاره الزراعه. فتيجي جهه استثماريه تقول والله انا مستعده ان انا امول هذا المشروع، بحيث ان انتوا تقدموا لي ايه اللي هتنتجوه لي. ايوه. اقتصاديات الكلام ده ايه؟ العائد بتاعه ايه؟ على الشركه او المستثمر، والعائد بتاعه على الوطن نفسه، وايه اللي هيحققه لي؟ فاذا انا اقدر اعمل هذا العمل، ودي مهمه مركز التميز المصري للزراعه الملحيه. ف يعني في امال عريضه جدا على هذا المركز وهذا النشاط، واتمنى ان الدوله تهتم بالزراعه الملحيه اللي هي امل الزراعه في مصر. ان شاء الله.
طيب دكتور، انا عايزك برضو مزيد من الطاقه الايجابيه، وعايزه الحلقه نقفل واحنا منورين من كتر الطاقه انا متفائل ليه بقى؟ عايزه اقول ان احنا نجحنا في انتاج محاصيل تعتمد على المياه المالحه وعلى ارض ذات ملوحه عاليه، وابتدينا نعمل يعني على العديد من التقاوي الصالحه لاعاده زراعتها بعد كده. ده كلام حقيقي. حضرتك انت لخصت اللي انا كنت هقوله. ده بالفعل تم انتاج العديد 10 انواع من محاصيل العلف على الاقل، 10 انواع صيفي وشتوي، بالاضافه لمحاصيل الحبوب زي القمح والشعير. الناس ما تستغربش، القمح يبقى استاذنا الكبير الدكتور عبد السلام جمعه يقول لي الكلام ده. القمح بيتحمل لغايه 8000 جزء في المليون في ارض صعبه جدا زي ارض راس سدر. ده انا بتكلم على ملوحه الميه بس، ما بتكلمش بقى على ملوحه التربه. ايوه واخد بالك؟ فحوالي بالاضافه للقمح والشعير والتريتيكال والشوفان، بالاضافه بقى الذره الرفيعه، بالاضافه للدخن، للسرجم، للبانيكم، ادخلي بقى في الشجيرات العلفيه. ده موضوع هايل والمفروض. طب معلش هقطعك يا دكتور. المزارع لما بيجي يزرع، حضرتك اللي بترشح له نوع التقاوي اللي هيشتغل عليها كذا وكذا في البدايه، ولا هو انت بتقول له انا عندي 1 2 3 4 هو بينقي حسب اللي هو عايز يشتغل عليه؟ هديكي مثال برضه. لما دخلنا منطقه بلوزه ورمانه قالوا لا احنا ما نعرفش غير برسيم الحجازي. يا اخوانا برسيم الحجازي هيعطل لكم الارض 5 سنين، انما انت ازرع صيف وشتاء صيف وشتاء. فلان البرسيم الحجازي بيجي في الشتاء وبيقف. ايوه. فمين اللي هيجيب لك العلف في الشتاء؟ فقال لك لا بس ازرع لنا برسيم حجازي. فقلت له طيب انا هنزرع برسيم حجازي بس بشرط. قالوا ايه؟ قلنا لهم نزرع معاه بطريقتنا احنا بقى. فادينا لهم سرجم وادينا لهم دخن معاه شرط عشان نديله تقاوي. البرسيم الحجازي لازم اديله التقاوي دي. لما رحت المره دي بيقولوا لا ده احنا عاوزين السنه الجايه نزود الدخن ونقلل البرسيم الحجازي. بداوا يطلبوا برسيم مصري اللي هو بيقعد حول ويمشي. ايوه. يعني اذا عايزين نتخلصوا من الايه؟ من البرسيم هي واحده المزارع لابد من تلعبي في مخه ويقتنع. هو مجرد اقتنع خلاص بيسلم لك نفسه. النهارده المزارعين في سهل الطينه يقول لك ما فيش غير بنجر العلف، مش عايزين برسيم، عاوزين بنجر علف. البهايم بتقول هاتوا لنا بنجر علف، يعني لانه بيزود اللبن، بيستغنى عن الشعير، بيستغنى عن الذره، له مزايا عديده جدا. واخد بال حضرتك؟ فهو لازم بيبقى فيه فكر، ولذلك ان احنا بنقدم. بس انا عايزه اقول يا جماعه ان الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي ما هياش كلها للمستثمرين الكبار، ده اهتمام بيحصل بصغار المزارعين كمان على بالاساس. يعني انتوا اشتركتوا مع تونس يا دكتور ومع طبعا يعني كان في مشروع من اكثر من وللاسف الشديد لصغار المزارعين. وللاسف الشديد يعني انا لما اروح على حدود الجزائر وتونس وهناك في منطقه الواحات، منطقه كلها متاثره بالملوحه، ونحاول ان احنا نصلح لهم على حدود تونس الجزائر، والناس هنا مش عارفه يستفيدوا مننا. زرعتوا مع مين هناك؟ زرعتوا مع تونس وزرعتوا مع الجزائر وزرعتوا مع مين؟ لا ما زرعناش مع الجزائر، زي تونس وعمان وسلطنه عمان يعني والاردن، وطبعا الضفه الغربيه اشتركنا معاها، سوريا اشتركنا معاها من حوالي 3 4 سنين. فاشتركنا اليمن كنا بنروح نزرع لهم كينوا. يعني انا مش فاهم بامانه يعني. طبقتوا ده عندنا في المحافظات الحدوديه؟ نعم طبقتوا ده عندنا في بنحاول. لا احنا شغالين كويس جدا بقالنا اكتر من 5 6 سنين في منطقه سينا بالكامل. كويس. انما السنه اللي فاتت فقط، الصيف اللي فات فقط بدانا في الوادي الجديد واشترينا معدات اللازمه للتقاوي، لانتاج التقاوي بحوالي 800,000 جنيه معدات. عشان يبقى لما نقول والله احنا عندنا وحده كامله لانتاج التقاوي من اول الحصاد لغايه الغربله لغايه التعبئه لغايه الفرز لغايه كل حاجه دي موجوده، وباذن الله هتبدا تسافر على الوادي الجديد. واحنا ليه ما جبناش سيره سيوه؟ انتوا عملتوا شغل كبير قوي في سيوه. ده سيوه دي عاوزه، انا عارفه ان احنا وقتنا خلص يعني، بس يعني على عجاله. ده سيوه دي ده سيوه دي كنز لوحدها، كنز لوحدها. انا كنت هناك من شهر. سيوه بتغرق في الميه. الله والله العظيم. طيب هناك 3 بحيرات ميه، يعني ما فيش صرف اولا، كله بيصرف في البحيرات دي. لو شربت بق ميه او البق الميه ده هينزل فين؟ لازم يروح البحيره دي. فالبحيره عماله تكبر على حساب مين؟ على حساب المساحات المنزرعه. نعم.
انت متخيله معايا كلمه هتغرق يعني ايه؟ يعني اي ميه بتستهلك بتنزل فين؟ في البحيرات دي، فكل شويه البحيره عماله ايه؟ تغرق. بدليل ان انا شفت بان دي نخل في قلب البحيرات دي. طيب ايه استغلينا يعني بمعنى ان النخل ده كان في منطقه يابس. طيب استغلينا ده ازاي؟ ما استغلناهوش لسه. ده مرتع للناموس ده لدرجه ان انا قلت لهم حولوها سمك. طب نعمل بقى طاقه كهربائيه، طب تنزل على منخفض القطاره. مشروع متكامل، مشروع متكامل لانقاذ سيئو، ارض جيده جدا وميه عذبه ما فيش احلى من كده، واثار ومنطقه بيئيه رهيبه، يعني مجتمع استثماري متكامل. انتوا اشتغلتوا هناك بالفعل يا دكتور؟ احنا لنا محطتين بحثيتين في خميسه والثانيه في حته اسمها خميسه والثانيه راحت من بالي. المهم شغالين على ايه هناك؟ شغالين على التنميه الزراعيه، أيوة، المزارع بتاع البدو. محاصيل ايه؟ اهم محصولين في سيوه اللي هو النخيل والزيتون. انما بتجود جميع انواع الفاكهه. انا شفت الرمان والجوافه والموالح موجودين كويسين جدا، بتنمو بطريقه جيده جدا. النباتات الطبيه والعطريه حدث ولا حرج، النعناع من اخطرهم او من اشهر حاجه. عندك بقى كل البرسيم الحجازي في سيوه يعتبر من احسن او من اجود انواع البراسيم الحجازي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. واخد بال حضرتك؟ مصر مليانه خير يا دكتور، بس احنا محتاجين نشتغل شويه ومحتاجين شويه فلوس. لا نجمع لابد، بدل ما المراكب اللي كل واحد واخد مركب وشارد لابد انها تجمع، نعمل مرسى كبير ونلم المراكب فيها كلها. هو ده دكتور حسن الشاعر مدير مركز التميز المصري للزراعات الملحيه ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء، شكرا لمجهودكم المحترم وشكرا ان انت اديتنا طاقه ايجابيه وفهمتنا ازاي الناس شغاله، وان احنا قاعدين في المدينه مش حاسين بالمجهود اللي بيحصل حوالينا، بس في ناس بتشتغل وفي ناس حقيقي بتعمل مصر كلها خير، مصر كلها خير، ولذلك انها ما زالت عايشه وهتعيش وهتبقى احسن من احسن الدول اللي موجوده. يبقى في اخلاص في العمل، يبقى في ايمان بقدره ربنا سبحانه وتعالى في ان هو اللي ممشي البلد دي بالعظمه اللي هي فيها دي. الناس كويسين، الناس مخلصين، لابد ان احنا نتكاتف مع بعض. ان شاء الله، ان شاء الله هنبنيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك دكتور حسن الشاعر، نورتنا وشرفتنا. اهلا بيك. مشاهدينا ان شاء الله الاسبوع الجاي نقابلكم وحلقه جديده يوم الخميس الجاي قبل ساعه من دلوقتي وتيجي نبنيها. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.